هنعمل النهاردة بسبوسة ال10 دقايق، مش هنعملها كمان في 10 دقايق، هنعملها في أقل من 5 دقايق. الطريقة بتاعتها سهلة جدا وما بتاخدش أي وقت خالص، دي أنجح وأسهل طريقة هتعملوا بيها البسبوسة. الطريقة دي كمان أنا معتمداها بقالي سنين كتيرة جدا، بعمل بيها البسبوسة وفي كل مرة كده بتطلع أحلى من اللي قبلها. بصوا بقى شكلها حلو قد إيه، بسبوسة طرية ومرملة وبتدوب دوبان، وفي نفس الوقت كده لما بنيجي نقطعها ونطلعها من الصينية القطعة بتطلع ماسكة نفسها، يعني القطعة بتطلع الواحدة بوحدتها. عايزة اقول لكم كمان الطريقة بتاعتها حصري، يعني عندي على القناة بس، ما شفتش حد على اليوتيوب خالص عملها بنفس الطريقة دي، واي حد مبتدئ هيعمل البسبوسة بالطريقة دي هتنجح معاه من اول مرة. قبل بس ما نبدأ فيديو النهاردة، لو انتوا اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تحطوا لايك للفيديو، وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. هحتاج اول حاجة كوبايتين من دقيق السميد، هستخدم النهاردة كمان دقيق سايب، الدقيق اللي احنا بنشتريه من عند العطار، عملتها معاكم قبل كده بالدقيق المغلف، بس النهاردة هنعملها بالدقيق السايب. وكمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية سكر، نص كوباية حليب، نص كوباية سمنة سايحة، السمنة بتاعتنا هتكون سايحة بس مش سخنة ولا دافية، ومعلقتين كبار من جوز الهند، و3 معالق كبيرة من عسل النحل. بس هي دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها النهاردة. بجهز طبق عميق وبحط فيه كوبايتين من دقيق السميد، وبحط عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبحط عليهم كمان نص كوباية سكر، ومعلقتين كبار من جوز الهند، جوز الهند بيبقى ناعم. بقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا لحد ما كل المكونات دي تختلط مع بعض كويس. بعد كده بضيف عليهم نص كوباية سمنة سايحة، والسمنة بتاعتنا بنبقى مسيحينها بس، يعني لا سخنة ولا دافية. بضيف كده السمنة وبقلب كويس جدا لحد ما كل حبيبات السميد تتغلف كلها بالسمنة. احنا عايزين شكلها كده تبقى عاملة زي الرملة المندية، بصوا شكلها عامل ازاي. دلوقتي هضيف عليهم 3 معالق كبيرة من عسل النحل، ولو مش موجود عندنا عسل نحل نقدر نستخدم شربات حلويات تقيل، او نقدر كمان نستخدم عسل الجلوكوز، بس عسل الجلوكوز مش هنضيفه على البسبوسة كده مباشرة، لا هندوبه مع الحليب. في المرحلة دي كمان لازم نقلب كويس جدا لحد ما نتأكد ان العسل اختلط مع باقي المكونات كويس. بعد كده بضيف عليهم نص كوباية حليب، والحليب ده بيبقى بحرارة الغرفة. بضيف الحليب كده وبقلب من تحت لفوق من غير معجن خالص. البسبوسة ما بتتعجنش، لان هي لو اتعجنت هتطلع ناشفة جدا ومش هتتشرب الشربات بتاعها. بنقلب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده من تحت لفوق من غير ما نعجن. هو بس تقلبتين 3 كده وبنوقف تقليب، بمجرد ما نحس كده ان اللبن اختلط مع باقي المكونات بنوقف تقليب. بصوا بقى القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي، قوام البسبوسة بيبقى تخين كده شوية مش سايلة. دلوقتي بجهز صينية مقاس 28 بكون دهناها كويس جدا بالسمنة، وبحط فيها خليط البسبوسة وببدأ اوزعه كويس جدا. بالسباتيولا كده بنبدأ نوزع خليط البسبوسة في الصينية. بنسوي بقى البسبوسة بتاعتنا كويس جدا في الصينية، بناخد كده الصينية نخبطها خبطتين 3 كده قدامنا لحد ما البسبوسة كلها تتسوى كويس جدا. بعد كده باخدها بدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200، والفرن بتاعنا كمان بيبقى شغال من تحت بس. اول ما بتاخد لون ذهبي كده من تحت بنطفي من تحت ونولع عليها الشواية عشان تاخد لون ذهبي من فوق. بناخد تقريبا من 25 ل 30 دقيقة وبنلاقيها استوت كده. خلاص خلصنا البسبوسة بتاعتنا، ما خدتش منا اي وقت خالص، تقريبا كده 5 دقايق بالظبط. في الوقت بقى اللي البسبوسة بتستوي فيه تعالوا نجهز الشربات بتاع البسبوسة. البسبوسة بتحتاج شربات خفيف وسخن. بجهز حلة وبحط فيها 1.5 كوباية من السكر، وبحط عليهم كمان 2 كوباية من المية، وبرفعهم على النار وبسيبهم على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. اول ما الخليط ده بيبدأ في الغليان بنزل عليه بعصير نص ليمونة، وبعد 10 دقايق بديله الفانيليا بتاعته وبطفي عليه. دلوقتي البسبوسة استوت. اول ما بتخرج من الفرن وهي سخنة والشربات لسه سخن بنسقيها بالشربات الخفيف السخن. شايفين البسبوسة بتتشرب الشربات بسرعة جدا، بمعنى كده ان هي ناجحة.
بنسقيها كده بالشربات، وبعد كده بنغطيها وبنسيبها متغطية لمدة 5 دقايق. غطوها بقى بصينية تانية او بورقة فويل، وبعد 5 دقايق بالظبط شيلوا الغطا من عليها عشان بخار المية ما يطريش وش البسبوسة. بنستنى عليها لحد ما تبرد خالص وبعدين نبدأ نقطعها. عايزة اقول لكم بقى ان هي طرية جدا وطعمها حلو جدا، مرملة كده وبتدوب ذوبان. بصوا بقى شكلها حلو قد ايه، حاجة كده في منتهى الجمال. جربوها بالطريقة دي، انا متأكدة ان هي تعجبكم جدا. ولو اي حد مبتدئ كمان ومبيعرفش يعمل البسبوسة وعملها بالطريقة دي هتنجح معاه من اول مرة. هسيب لكم كل مكونات وصفة النهاردة بالجرامات والكوباية مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهاردة، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو انتوا اول مرة بتشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة وكمان تحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.